هلو جايز، كيفكم؟ شو الاخبار؟ كله تمام؟ اليوم بدنا نحكي على ترند الممرضة الجزائرية. القصة ما فيها انه هاي الممرضة الجزائرية كانت تدفن شخص ميت والموضوع طلع ترند كبير، والفيديو صورته ونشرته على التيك توك، وهذا سبب مشكلة كبيرة لا إلها ولا عائلتها. فهي بسرعة انفصلت من العمل تبعها، بالمقابل انرفع عليها دعوة محكمة قضائية من أهل الميت. ناس كثير صارت تطلع بتحكي بالموضوع إنه ليش بتعمل هيك وحرمة الميت وإنه حرام وليش وصل التيك توك لهالدرجة. يعني ما يلام التيك توك أصلا. فخلينا نشوف شرح للفيديو ونرجع. وهي عم تجهز جثمان ميت صورت شغلة ممرضة جزائرية كرمال المشاهدات بمستشفى سليم زمرلي بالجزائر. قررت هي الممرضة انه تشارك لحظاتها مع المتابعين، وصورت عملها وهي بغرفة الانعاش عم تربط ميت وتجهزه وتنظفه، ونشرت الفيديو وكأنه فيديو عادي جدا. هذا الفيديو لانه غريب واول مرة بينتشر على السوشيال ميديا تحول لترند، والعالم صارت تبعته لبعضها، وسبب غضب كبير بالشارع الجزائري اللي اعتبر هذا الفيديو وهذا الامر انتهاك للاخلاق ولحرمة الموت. صحيح، انتهاك لحرمة الميت، وهذا نعرف انه حرام في ديننا الاسلامي. ما يصير انه ينتهك حرمة الميت ابدا، وهي فعلت هذا الشيء. اتوقع انه انا من رايي تعاطفت معها بصراحه. يعني بشوف انه هي نعم تستحق العقاب، ولكن ما تستحق العقاب لهالدرجه انه تنفصل من عملها. يعني انا برايي انه هي كانت لازم تطلع بفيديو وتعتذر من عائله المتوفي، وتعتذر من المستشفى عفوا، وللمجتمع بشكل عام، وانه خلص يمضي الامر على هذا الشيء. ولكن هي الموضوع كبر وانفصلت من عملها ورفع عليها قضايا، وهذا كان مؤثر جدا عليها. هي بعدين طلعت بفيديو تبكي وتعتذر، راح نشوفه بعد شوي. بس ولكن بشوف انه هي ما كانت تستحق كل هذا الشيء، يعني كله انه فيديو اعتذار وخلص الموضوع انتهى. وهي حكت بالفيديو تبع الاعتذار انه ما كان قصدها هذا الشيء، انه قصدها كان انه تفرج الناس انه كيف الاطباء يتعبون نفسيا وهم يكفنون الاموات بالعمل تبعهم. ولكن الامر انقلب عليها بصراحة. خلينا نقفل الفيديو. فوصلت شكاوي كتير من الجزائريين لهذه المستشفى، اللي اضطروا بعدين انه يصدروا بيان صادر عن ادارة المستشفى شديد اللهجة ويفصلوا هي الممرضة من عملها. طبعا كتير من الناس طلعت على السوشيال ميديا وقالت هذا القرار قاسي جدا، وصح هي الممرضة غلطت، ولكن كان فيها تصحح الغلط وما تخسر شغلها وتنفصل منه وتصفي بلا شغل بالجزائر. طبعا في ناس قالت لا بتستاهل هي الممرضة انه غلطة كبيرة ما بتنغفر ابدا. فشو رايكم انتم اصدقائي بهذا الموضوع وباللي عملته هي الممرضة؟ للمزيد من الاخبار اصدقائي حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، تضلوا بالف خير. يب، ما كانت تستاهل كل هذا بصراحة. ولكن هي أخطأت بأنه ما قدرت الموضوع بشكل صح. هي لازم كانت تعرف أنه هي في مجتمع محافظ كمجتمع الجزائري، وهذا الشيء ما يصير. وهي نوعا ما راح تشوه صورة الأطباء أنه مستهترين وأرواحنا لعبة بأيديهم. لكن هذا شيء غلط. الأطباء أكثر ناس شغوفين بعملهم وأكثر ناس مثابرين بعملهم، فغلط هذا الشيء بصراحة. في فيديو آخر يفرجي أنه كيف هي كانت تعتذر، خلينا نشوفه كمان. في الجزائر ممرضة بمستشفى سليم زمرلي بالعاصمة بتصور جثمان مريض توفي حديثا داخل قسم الإنعاش. المشهد انتشر خلال ساعات والناس شافوه تعدي صارخ على حرمة الموتى. التعليقات كانت يا لطيف وين وصلنا، واللي شافها تعدي على حرمة الموتى. وزارة الصحة راحت صرحت إنها راح تتخذ كل الإجراءات القانونية. المستشفى نفسه أعلن توقيف الممرضة عن العمل فورا. القضية ما توقفت لهون، انتشرت مطالبات على السوشيال ميديا بضرورة محاسبة الممرضة قضائيا. انتشرت فيديوهات بعدها للممرضة بيقولوا انها اعتذرت، في ناس شافت الاعتذار كافي وانها اصلا ما صورت وجه الميت. الموضوع فتح نقاش اكبر، والسؤال هل السوشيال ميديا عم بتجر الناس يتجاوزوا كل الحدود؟ يعني أنا مثل ما قلت لكم، في ناس أكثر منها يستحقوا هاي الضجة. يعني ونحن بزمن بصراحة إنه صارت كل الناس تعمل أي شيء عشان الفيوز والمشاهدات، وهذا غلط. لا واحد بيظل على أخلاقه ولا على كرامته ومبادئه. يعني في ناس كثير بتطالع تصور زي شباب يصوروا زوجاتهم، أو ناس بيطلعوا أوضاع مخلة بالآداب وهيك شغلات. في أشياء أخرى بتستاهل هذا الغضب لو كانوا مصببينه على هاي الترندات السيئة. ولكن الأمر كله نزل على راسها للأسف، وهي أخذت هذا العقاب الكبير، وحزنتني بصراحة إنه ما كانت تستاهل هذا الشيء. ففي فيديو شوفوا أفرجيكم
في فيديو لطبيب آخر شوفوا قديش هو مثابر وبيركض، وهو وقع وهو عم يركض عشان يلحق المريض. فشوفوا، خلينا نشوف موضوع. يعني انتم ماسكين بهاي الممرضة وتاركين كل الترندات المخلة بالآداب. يعني ما بعرف كيف بعض الجهات بتتصرف بصراحة، ولكن عموما هذا اللي صار، والبنت حاليا عم تعاقب عشان الشي اللي عملته. انه غلط، كان لازم ما تطلع جسم الميت، انه كان لازم على الاقل تفرج عملها بدون انه تطالع جسمه، لكن هذا اللي صار. يا جماعة الأطباء شيء جدا مهم بالمجتمع، وهم من أركان المجتمع، يعالجوني ويعالجوك ويعالجون أهلك. فالأطباء شيء أساسي في كل مجتمعات العالم، فإلهم قيمة واحترام، فلازم ما نشوه صورتهم ولا نحكي على عملهم. إذا غلط شخص فهو يمثل نفسه فقط، وإذا ما يمثل نفسه فقط تعطيه عقاب يستحقه، مش يظلم. العقاب تبع الطبيبة كان مظلم بصراحة، مظلم جدا لها. وهذا اللي صار. أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو، وهذا أول فيديو إلي بالقناة، وإن شاء الله مش آخر فيديو. راح نثابر وننزل فيديوهات أخرى، فادعمونا باللايك والسبسكرايب عشان نكمل بالمحتوى تبعنا ونتطور أكثر. واكتبوا لي بالتعليقات، هل تشوفون إنه العقاب تبعها كانت تستاهلوا ولا كان زيادة عن اللزوم؟ وبشوفكم بفيديوهات أخرى. كان معاكم آرام، سلام.